خدها عنوان عريض، خدها عنوان عريض: اسبوع اللعب لكل الانديه لصالح الزمالك. اسبوع لصالح الزمالك. ازاي؟ واحده يعني كلنا عارفين ازاي. ايه؟ الاهلي اتعادل، بيراميدز خسر، امبارح المصري اتعادل. كل الفرق لعبت لصالح الزمالك ليتصدر الزمالك جدول الدوري. وبص هتسمع بقى حكايات وروايات ويا حلوه شوفيني ويا حلوه. هنفضل الزن ووجع الدماغ. مش عايز اقول لك لغايه امتى، مش عايز اقول لك لغايه امتى. قولا واحدا: الكل لعب في هذا الاسبوع لصالح الزمالك. هذا الاسبوع اتلعب بالكامل لصالح الزمالك لكي يتصدر الزمالك جدول الدوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعين قناة إكرامي محمود في كل مكان. تحية طيبة لكم جميعا. وقبل ما نخش في التفاصيل وقبل ما نخش في الأخبار، نبدأ الكلام معاكم كالعادة بإيه؟ بذكر الله. فلا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما قلت لحضراتكم، كل الأندية بما فيهم الأهلي وبيراميدز والمصري الكل لعب لصالح الزمالك لكي يفوز امس الزمالك على فرق 1-0 ويتصدر جدول الدوري. ضربت لايك ولا لسه؟ انت ضربت لايك ولا لسه؟ اللي مش مشترك في القناه يتفضل ويشرفنا باشتراكه على دماغنا من فوق ويفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. طيب، كل الناس لعبت لصالح الزمالك ليتصدر الزمالك الجدول الدوري. وهتسمع بقى البدع، الزيتون، الخد وهات. مفيش خد وهات، خد بس. كل الاعلام الزملكاوي هيطلع بقى يقول لك يا نيك فريرا الحكايه وفريرا الروايه وجون ادوار العالمي وجون ادوار البروفيسور. هتسمع البدع. ليه ده كله بقى؟ وليه نتحط في ده كله؟ لان يعني ريفيرو من الاخر قدامه ماتش بيراميدز. القادم يوم الجمعه. يا الا يلم شنطته ويسافر، لا الا يكمل. لعيبه النادي الاهلي مش هي دي لعيبه النادي الاهلي. احنا قبل الموسم قلنا الاهلي معاه اسكواد ياكل الاخضر واليابس، لكن كده بالطريقه دي ده اي حد يعمل علينا نتيجه. اي حد يرص الفرقه ورا ويعمل علينا نتيجه. بالطريقه دي اي حد يرص الفرقه في ال 18 ويعمل معانا نتيجه. انت ضربت اللايك طب ولا لسه؟ عشان هنخش في كلام جامد. اضرب اللايك يا كبير، لايكك وشيرك واشتراكك، نوصل الكلام ده لكل الناس، لان الناس دي كده لازم تفوق. قولا واحدا: ريفيرو. وسيبك من الناس اللي عماله تشكك في الكلام. انا بقول لك ريفيرو امامه ماتش بيراميدز القادم يوم الجمعه. يا تكسب يا تلم شنطتك وتسافر. ده مش النادي الاهلي. احنا معاك النادي الاهلي بقى ايه يا عم؟ لعبت 6 مباريات. سيبك يا عم من الثلاثه بتوع كاس العالم. لعبت 3 مباريات تتعادل 2 وتكسب واحده. كل مبارياتك مع النادي الاهلي 6 مباريات لعبتهم ما تكسبش غير مباراه واحده من ال6. ده عمر النتائج دي ما حصلت في تاريخ النادي الاهلي. عشان نبقوا على نور كده. في كوارث وفي حكايات وفي روايات. النادي الاهلي اقوى من كده بكتير. كل الناس كانت في اول الموسم قبل بدايه الموسم يقول لك النادي الاهلي جايب سكواد محدش هيقف قدامه. انما بالطريقه دي ده اي حد هيقف قدامنا. ده غزل المحله اللي لسه صاعد يا راجل حط الفرقه في ال 18. ما عرفتش حتى هم كورتين اللي جم في القائم والعرض. كورتين طول الماتش. انت بص، عشان نبقوا على نور، اضرب اللايك الاول عشان داخلين على كلام مهم. لايكك يا كبير وشيرك واشتراكك هتدخلين على كلام مهم. النادي الاهلي وريفيرو ولاعيبه النادي الاهلي المفروض تضغط من عند حارس المرمى علشان يغلطوا. ما هو التكتل الدفاعي ده ايه اللي هيفبركه وايه اللي هيخسره وايه اللي هيغلطه؟
الضغط الامامي، الضغط من عند حارس المرمى يا بيه، تضغط من عند حارس المرمى، واحد قصاد واحد، ما تخليش. انما انت حاطط لي 2 قلبي دفاع على ما فيش، على ما فيش. ربنا يسويها من عنده، ربنا يسويها من عنده. زي ما قلت لحضراتكم، الحل الوحيد للنادي الاهلي مع التكتلات الدفاعيه الضغط من عند حارس المرمى. الضغط يا عم ريفيرو من عند حارس المرمى. ما هو التكتل الدفاعي ده زي ما قلت لحضراتكم، ايه اللي هيخليه يتكعبل ويغلط؟ الضغط من عند حارس المرمى. قولا واحدا، الضغط من عند حارس المرمى. بغير كده مفيش. غير كده كل الناس هتركن الاتوبيس امامك في ال 18 ومش هتعرف تعمل حاجه. مش هتعرف تعمل حاجه. كل الناس هتركن الاتوبيس في ال 18 وانت مش هتعرف تعمل اي حاجه. اي حاجه مش هتعرف تعملها. قولا واحدا، ده الحل وده الجواب النهائي. تضغط من عند حارس المرمى. واضرب اللي ما ضربش اللايك يا رجاله يضربوا لايكك وشيرك واشتراكك، نوصل الكلام لكل الناس ونعرف الناس دي ازاي الاهلي يغلط التكتلات الدفاعيه، يغلط التكتلات الدفاعيه. لكن اسبوع زي ده تدي الصداره فيه للزمالك، هتسمع البدع، هتسمع البدع دي شويه. يعني البدع دي هتبقى شويه. ليه؟ هتسمع بقى جون ادوارد يا بروفيسور، جون ادوارد يا عالمي. ما هم كده لما بيكسبوا ماتش ولا يكسبوا ماتشين ويتصدروا جدول الدوري، هتسمع الزيتون كله، الزيتون كله هتسمعه على جون ادوارد ويانيك فيريرا ومش فيريرا والحكايه والروايه. هتسمع كلام، يعني اقول لك ايه، انت هتسمع وهتشوف. انت هتسمع وهتشوف. الناس دي يعني ماتش يوديها وماتش يجيبها، ماتش يوديها وماتش يجيبها، ومتصدرين الدوري محدش يقدر يتكلم معاهم، محدش يقدر يتكلم معاهم. انا بعد الماتش امبارح بكلم واحد صاحبي زملكاوي بيقول لي اوعى تتكلم معايا، اوعى تتكلم معايا، انا متصدر. تخيلوا لسه 4 مباريات في الدوري بتكلم، بيقول لي اوعى تتكلم معايا، انا متصدر الدوري. طيب فما بالك بقى اللي هيعملوه بقى؟ هتبقى زيطه وزنبليطه، هتبقى زيطه وزنبليطه. والبركه في فيريرا بتاع اسمه ايه، ريفيرو بتاعنا ولاعيبتنا اللي مش على قد المسؤوليه. قولا واحدا، حتى لو المدرب مش على قد الامكانيات وقد المستوى، انتوا لعيبه تاكلوا الاخضر واليابس ومعاكم امكانيات ومعاكم مستوى تخلصوا على اي حد. يعني حتى ريفيرو لو مش على قد المستوى، انتوا على قد المستوى وتخلصوا على اي حد. عشان ما نطولش عليكم في المواضيع، لايكك يا كبير وشيرك واشتراكك. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.